بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا جدا من آخر فيديو. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الطعمية أو الفلافل بسر المطعم نفسه. كتير مننا بيعمل الطعمية وبتتاكل، بس عمرها ما بتكون زي اللي بنجيبها من بره. والسر في حاجات بسيطة هم بيعملوها علشان تطلع معاهم بالحلاوة والطعامة دي. يلا لايك كتير للفيديو علشان الوصفة تترفع ونشوف عملناها ازاي. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا هنا نص كيلو من الفول المكسور أو الفول المدشوش اللي هو بتاع البصارة أو الطعمية. أولا أنا نص كيلو الفول ده غسلاه من بالليل وشطفاه، غسلته كذا مرة وشطفته لحد المية بتاعته ما بقت كده بيضة ولونها فاتح. نجحت فيها الفول من بالليل لحد الصبح بالشكل اللي احنا شايفينه كده وقدري معانا. هنصفي الفول ده وهنشوف هنضيف عليه ايه. بعد ما صفيت الفول زي ما احنا شايفين كده، هنضيف عليه الخضار الاساسي اللي بيتحط في الطعمية وهو الكرات يا جماعة. يعني انا ما بضيفش اي خضرة زيادة غير الكرات. نص كيلو من الفول ده حطيت عليه حزمة من الكرات. وهنا بقولك الكرات بنغسله كويس وناخد بالنا لان الكرات فيه كده الورقة بتاعته بتكون مطبوقة. يعني لما تغسليه خدي بالك علشان بتكون مليانة أتربة من في طبقة الورقة دي من جوه. بعد كده هقطع الكرات كده وأضيفه على الفول ونشوف هنضيف عليها ايه تاني. برضو الفول قبل ما تصفيه لازم تشطفيه من مية النقع اللي كان بايت فيها. بعد ما قطعنا الكرات بالشكل ده علشان احنا طبعا هنستخدم شفشق الخلاط، ولازم كده نكون بالراحة عليه شوية بشوية، خصوصا لو الخلاط بعافية زي اللي عندي. هنا معايا بصلتين صغيرين، لو عندك واحدة كبيرة كده قد البصلتين دول تكفي. برضو هقطع البصل حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين معايا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. واللي وصل معايا لحد هنا ونسى يحط اللايك يا ريت يحط اللايك فضلا وليس امرا. بعد ما قطعنا البصل كده رح هنزل بجزء وهخلي جزء بسيط من البصل وهنشوف هنعمل بيه ايه لما نيجي نفرم الطعمية. بعد كده معايا هنا 5 أو 6 فصوص من الثوم كبار. انا هرساهم ونزلت بيهم على الفول والكرات وهخلطهم مع بعض كده. بعد ما خلطنا كده الخضرة مع الفول، دول معلقتين البصل اللي انا قلت لكم عليهم ضفتهم كده في شفشق الخلاط، وهضيف عليهم 3 معالق كبار من المية. اهو 1 2 3، مش اكتر من كده. ومش هضيف مية تاني. شايفين كده هنبتدي كده نطفي ونشغل في الخلاط ونقلب في الطعمية. هتقولوا لي الحكمة في ايه انك ضفتي البصل؟ انا ضفت البصل وضفت عليه 3 معالق المية ومش هحتاج مية تاني خالص، علشان البصل مع الكرات لا هيتعسروا وهيدونا نسبة مية كافية. ده زائد ان الفول احنا ناقعينه من بالليل فهو شارب مية كفاية، فمش هنحتاج يعني لمية اكتر من ال3 معالق دول. زي ما احنا شايفين كده بنطفي الخلاط ونقلب، بنطفي الخلاط ونقلب، وهتتعمل معانا كده احلى عجينة طعمية ان شاء الله. هوريكي شكلها كده هي وفي الخلاط. اهو شايفة كده هكشف لك الخلاط اهو. شايفة بسم الله ما شاء الله ابتدت تتفرم معايا. فرمنا شوية الفول الأولانيين هننزل بيهم كده في مصفى تكون فتحتها ضيقة علشان تصفي أي مية زيادة في الطعمية. والمية اللي هتنزل من الطعمية هناخدها نستخدمها في بقية فرم الخليط. بعد كده بنديها جلبتين أو بندوسها بالمعلقة علشان المية الزيادة اللي فيها تنزل. وشايفين كمية المية أهم، هم 3 معالق بالكتير أو معلقتين. هنحطهم كده في شفشق الخلاط وننزل بشوية من الفول اللي عليه الكرات والبصل. ولو انت الخلاط عندك بعافية زي اللي عندي، الله يهديكي اعملي الفول حبة حبة. لو هو نص كيلو ممكن تفرمي ربع كيلو وتريحي الخلاط، وبعدين ترجعي تفرمي ربع الكيلو التاني، وهتعملي وتاكلي احلى طعمية من ايديك. اهو برضو بنشغل الخلاط كده ونطفيه علشان يعني ما نستعفاش على الخلاط ولا الطعمية، ونحافظ على الأجهزة اللي عندنا الله يهديكم. برضو بنقلب الخليط كده بالمعلقة. وهنا خلصت كل كمية الفول اللي كانت معايا وحطيتها في المصفى علشان كده تنزل أي مية زيادة فيها. هوريكم المية اللي نزلت من الطعمية. وشايفين الخليط بسم الله ما شاء الله ناعم والقوام بتاعه مظبوط. هنسيبها كده في المصفى تنزل المية اهي شايفين. هسيبها كده 10 دقايق وارجع لها بعد شوية عشان نشوف الخطوة اللي جاية.
هي صفت كل المية اللي فيها، راح اخد البولة دي كده وهشطفها وهرجع فيها عجينة الطعمية زي ما احنا شايفين. وهنا قدامك خيارين، يا اما تستخدمي المضرب الكهرباء يا اما تستخدمي المضرب اليدوي زي ما هتشوفي معايا. هتشتغلي كده ضرب في الطعمية مرة يمين ومرة شمال لحد كده مدة ربع ساعة. لو انت شغالة بالمضرب اليدوي، عندك المضرب الكهرباء اشتغلي بيه، بس احنا حبينا نبسط الامور للي مش عنده مضرب كهرباء. واشتغلنا كده فيها، شايفين الطعمية لونها فتح معايا واتملت هوا كده وبقت عاملة زي الكريمة. شايفين شكلها واضح؟ شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله، كأنها كريمة بالظبط. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ ده بقى السر بتاع المطاعم، بس هم عندهم حاجة كده اسمها الكف، بتبقى شغالة في عجينة الطعمية باستمرار. بعد كده زي ما احنا شايفين انا اللي هقسم الخليط ده نصين، لاني انا مش هحمر الكمية دي كلها، فهقسم الخليط زي ما احنا شايفين كده. شوية جزء هضيف عليه التوابل والتاني هشيله. ده هنا نص عجينة الطعمية، هضيف عليها رشة من الكمون ومعلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة ومعلقة ممسوحة صغيرة من الملح. بعد كده هنقلب التوابل مع عجينة الطعمية. الكمية اللي انتي هتجليها طبعا بتضيفي عليها التوابل المظبوطة بتاعتها والملح حسب ما تحبي. قلبنا كده الطعمية مع التوابل بالراحة علشان ما نطلعش الهواء اللي في عجينة الطعمية. وده الجزء اللي باقي انا هضيفه كده في اكياس تلاجة وهفرزه، وقت ما استخدمه بطلعه كده يفك شوية، وبعدين هضيف عليه التوابل بتاعته واديله كده ضربتين تلاتة بالمضرب اليدوي وابتدي احمره، سواء كان على الفطار او كده نقنقة بين الوجبات. بعد ما عملته كده هشيله طبعا في الفريزر لحين الاستخدام. وهسيبلك انت كده سؤال بالله عليكي، لو انت هتجيبي كمية الطعمية اللي احنا فرمناها جاهزة من بره قوليلي هتشتريها بكام. نقول بسم الله ونروح نحمر الطعمية بتاعتنا كده. معايا طبق فيه سمسم. انا حابة اقول لك كمان لو حابة تضيفي معلقة من السمسم في عجينة الطعمية براحتك، حابة تعمليها زي ما انا بعمل كده براحتك، بس بالنسبة لي انا بحب اعمل السمسم، يعني بعجنه فيها اسهل بصراحة من اني اعمله بالشكل ده. ده بس عشان التسوير. وانتي وبتشكلي الطعمية تبقي مسحة ايديكي مسحة مية علشان الطعمية ما تلزقش في ايديكي، وبتنزلي بيها كده في زيت بيكون سخن. وتخلي بالك لا تحمر منك زي اللي كانت هتحمر مني دي بزيادة كده وتتحرق، بس الحمد لله ربنا سترها. وهنا انا سبت المقصوصة وجبت المعلقة لقيتها اسهل بصراحة. ويا ريت كده تكتبوا لنا كومنت حلو وترفعوه باللايكات بالله عليكم، علشان ريتش القناة عندي نازل لسابع ارض، ومحتاج كده منكم انكم ترفعوه وتطلعوه شوية على وش الارض. ربنا يبارك فيكم. بسم الله ما شاء الله. شايفة حبة الطعمية دول ولادك هيبوسوا ايديكي وهيشكروكي عليها، واحلى ما فيها انك ضامنة نظافتها وعاملاها بايديكي وخزنتي منها. وطعمها في منتهى الجمال رهيب، مش عشان انا اللي عاملاها، جربي وانت اللي هتحكمي بنفسك. وشوفي كمان القلب بتاعها كده مفتوح ومش مكتومة معاكي، ده بسبب الهوا. لما احنا عملناها بالمضرب يعني مش مستخدمين بيكنج باودر ولا بيكربوناتو، وطالعة معانا في منتهى الجمال. وطعمها يعني بقول لك رهيب. انا اكلت الطعمية وانا واقفة. وما تنسوش مشاركة كتير للفيديو علشان يتشاف، وادعمونا بلايك علشان نستمر معاكم. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.